تصريح خطير من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تألق الحارس المغربي ياسين بونو بفوز فريق إشبيلية بالدوري الأوروبي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب لياسين بونو اضغط لايك لهذا الفيديو، ولا تنسوا تعطير فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. بعد تألق الحارس المغربي ياسين بونو في مباراة إشبيلية أمام روما، وكان السبب الرئيسي في فوز إشبيلية بالدوري الأوروبي، وهذا الذي جن جنون المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، فقد صرح لقناة الإذاعة الفرنسية وقال: لقد تابعت هذه المباراة وكنت أشجع فريق إشبيلية لأنه يمتلك في صفوفه الحارس ياسين بونو ويوسف نصيري، وأنا كنت أؤازر في هذه المباراة، وأكثر ما لفت انتباهي وهو الحارس ياسين بونو الذي لم يلفت انتباهي فقط بسبب ما فعله أمام روما والتصدي لإنجاز ل3 فرص محققة لفريق روما كانت كفيلة بفوز روما بهذه المباراة، ولكن الحارس المغربي تألق بكل شدة وتصدى إلى ركلة جزاء، والمغرب تمتلك أفضل حارس مرمى في العالم، ونحن في فرنسا لم نمتلك حارس مرمى في نصف إمكانيات ياسين بونو، وأتمنى في الأيام القادمة أن نشاهد ياسين بونو في ريال مدريد. في النهاية عزيزي المشاهد، إن كنت فخور بياسين بونو فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو.